كيف نقرأ القرآن؟ مشكلتنا ليست في المصاحف المزخرفة ولا في التطبيقات الذكية. مشكلتنا في المنهج. علمنا الدكتور فريد أن القرآن لا يؤخذ دراسة باردة، بل يؤخذ مكابدة وتلقياً. كان الصحابة لا يجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها ويعملوا بها. لماذا؟ لأنهم تعاملوا مع القرآن كرسائل توجيهية فورية للميدان، لا كنصوص للتبرك. أن تقرأ القرآن بالفطرية يعني أن تعرض نفسك ومرضك ومشكلتك على آيات الله وتنتظر الدواء. القرآن طبيب وأنت المريض. فهل رأيت مريضاً يقرأ وصف الطبيب بلحن جميل ثم يضعها في جيبه ويمضي دون أن يتناول الدواء؟ هذا هو حالنا حين نهتم بالتجويد وننسى التنفيذ.